لهم على الفضائيات التي قالوا ان قوات الشرطه هي من قامت بقتله اثناء فض اعتصاماتهم ومظاهراتهم. متعرف عليك؟ محمود أمين عبد العزيز، اخو المتوفي. قول لي الواقعه حصلت ازاي؟ والله هو كان معاه واحد زميله، فشافوا اتنين من اللي هم المسيرات معاهم شنطه فيها سلاح، فتتبعوهم، فالولد لف وضربه. ما فيش 5 متر ما بينه وما بين اللي ضربه. طيب دلوقتي هم قالوا على القنوات الفضائيه التابعه ليهم ان هو تابع للاخوان وكان ماشي في مسيره الاخوان والشرطه قتلته. انا اخوه راجل في القوات المسلحه، ووالده راجل كان في الشرطه، وهو ملوش اي علاقه في اي حاجه من الكلام ده. فانا مش عارف هم بيجيبوا الاقوال دي منين. هو دلوقتي باي حاجه بيضربوها يقولوا تبع الاخوان، سواء بيجيب حق ناس او او بيشوف معاهم سلاح او انا ما بقتش فاهم الاعلام بيتكلم ازاي او بيهيئوها ازاي، سواء من الاخوان او منين. تمام. طيب انت ردك ايه على التجاره بدم اخوك وكده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حقنا ان شاء الله هنجيبه بامر الله. طيب الجثه هتطلع امتى المشرحه هتدفن؟ طالعه دلوقتي بامر الله، رايحه على مشرحه ظلم، وهنطلع بامر الله ندفنها. متعرف عليك؟ محمد حمزه. تعرف عن المتوفي؟ ده راجل جاري وفي حاله، يعني الصبح نازل على ورشته، رجعنا من الصلاه من صلاه الجمعه قالوا احمد امين اتضرب بطلقه، على ما جينا مستشفى لقيناه مات. ضرب بطلقه منين؟ كان بيتبع اتنين، شك في اتنين شايلين شنطه فيها سلاح، تبعهم، راح واحد مطلع الفرد اللي فيه وراح ضرب بطلقه، وكان معاه زميله، يعني الطلقه كانت ممكن تصيب زميله اللي كان ماسك اللي جنبه، وجريوا. زميله اللي عمله انه ما قدرش يجري وراه، حب ينقذه، على ما جابه المستشفى كان مات. طب ردك ايه على ان هم بيقولوا ان الشرطه هي اللي قتلته وان هو اخواني؟ هم طول عمرهم كده، طول عمرهم كده يضربوا ويقولوا الشرطه اللي قتلاه. بس انا ليه اتابع على قناه دريم اللي انا سمعت ان هي قالت ان احمد امين اخواني. احمد امين مش اخواني. لا احنا ما قلناش كده. ده اللي انا سمعته. لا احنا ما قلناش كده. واللي انا بطالبه اللي انا بطالبه من رئيس الجمهوريه الفريق عبد الفتاح السيسي او المشير عبد الفتاح السيسي، ان لازم الناس دي يكون حكم رادع، اللي يتمسك يتحاكم على طول، لكن هم يتحطوا في السجون وياكلوا ويتعلفوا ده مش حل. طب هم قدروا ان هم ينجحوا النهارده في مظاهراتكم عندكم في المطريه؟ الى حد ما، يعني اللي سمعنا المطريه هي اللي فيها القلق، المنطقه الوحيده اللي فيها قلق. فاحنا عايزين لازم يكون في حكم رادع للناس دي، لكن هيسيبوهم كده يدخل ياخد له 6 اشهر ويطلع تاني يعمل اللي عايز يعمله، ده مش حل. البلد كده تبقى فوضى. تعرف عليك؟ مصطفى عبد الله جار المتوفي. تعرف ايه عن المتوفي؟ لا احمد ساكن في الشقه اللي قصادي على طول، راجل في حاله خالص، ما من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، عنده 3 بنات، اكبر بنت عندها 4 سنين. هو ده اللي انا بتكلم فيه، هو ده اللي يهمني. ايه ذنب ال3 بنات دول دلوقتي في اللي حصل؟ ايه ذنبهم؟ مين اللي هيجيب لهم حقهم؟ عنده بنت عندها 4 شهور ما شافتوش، مش هتوقع عليه. ايه ذنبه؟ ايه حضرتك قول لي؟ ده راجل كان شغال في محل، يعني ولا في شركه ولا موظف ولا معاش ولا اي حاجه، لما يطلع يجري ورا واحد علشان بيحط قنبله ويروح التاني لافف وضربه بالفرد، ايه ذنبه؟ حضرتك تقدر تقول لي ايه الحل؟ يعني هو كان بينقذ البلد من مصيبه هتحصل وكمان تجروا بيه؟ وكمان ايوه قصاد جامع التوحيد، ده اللي حصل بالظبط. امبارح احمد بالليل وادي صور وهي لحد الساعه 5 الفجر، لحد الساعه 5 كان بيلعب كوره، يعني هو كان بيلعب معانا كوره امبارح في الملعب، يعني بيلعب معانا لحد الساعه 5 هو واخوه والاساتذه اللي واقفين معانا هنا. احنا جيران وانا في الشقه اللي قصاده بقالي 9 سنين، ما شفتش منه حاجه وحشه، لكن اسمع ان هو يتقال عليه ان هو اخواني وارهابي، لا ده في حد ذاته ظلم. كده يبقى احنا اعلامنا ظالم، مش الجزيره كمان ظالمه، ده احنا كمان الاعلام بتاعنا هو اللي ظالم. احنا في وسطكم عشان ناكد الحقيقه. يعني انت ردك ايه على الاخوان وتجريتهم بيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بس اللي بنطالب بيه، طالما انت جاي تقف جنبنا، احنا خلاص احمد توفاه الله، هنروح ندفنه. حق زوجته وال3 بنات اللي عنده دول، عنده 3 بنات لا يملك معاش، راجل كان شغال في ورشه. قول لي ايه ذنبهم؟ هياكلوا ويشربوا ويتعلموا منين؟ ايه بعد كده؟ هيستنوا عطف الناس؟ هنا طيب مصطفى سطوحي من المطريه، الف شكر. طبعا فيما يتعلق باحمد امين ينتمي لجماعه الاخوان، وجايبين له صوره لا تستطيع ان تتاكد هو ولا لا، يعني جايبين له صوره انه ماشي. نفتح الصوره شويه، في مسيره اخوانيه، يعني حتى جماعه الاخوان حزب الحريه والعداله زي ما انتم شايفين تتاجر بدمه، وعائلته
تؤكد تماما انه لا علاقة له بالاخوان، وتؤكد ايضا انه كان يلاحق زي ما الشهود اللي كانوا معانا منذ قليل اكدوا، كان يلاحق 2 من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية يحملان حقيبة شكوا في انه هذه الحقيبة فيها اسلحة، وبالفعل تم اطلاق الرصاص على احمد لانه لاحقهما. لكن